يا مساء الورد. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايب لكم هدية او نقدر نقول مفاجأة. دار سعودية بصراحة كانت مفاجأة بالنسبة لي. دار اسمها لوبونير. كانت مفاجأة لان هي كل حاجة فيها مهتمة بالجودة، من اول الباكجينج لحد الجوس نفسه اللي موجود في الازازة او العطر نفسه اللي موجود في الازازة. هتكلم النهاردة عن 3 عطور من الدار دي، واحد حريمي وواحد يونيسكس وواحد رجالي. بس بصراحة الحريمي أنا بستخدمه كمان الحقيقة يعني. نبدأ بإيه؟ نبدأ بالحريمي لأن ليدز فيرست. نبدأ بالحريمي. قطر ساندي. طبعا زي ما انتم شايفين الباكج ممتاز جدا جدا، والحقيقة من أفضل الباكج بتاعت الدور العربية اللي عدت عليا الحقيقة يعني. مكتوب هنا الاسم جوه لوبونير. انا طبعا هسيب لكم اللينك بتاع الدار والصفحات بتاعه الوكيل بتاعي هنا في مصر في الديسكريبشن عشان تبقوا عارفين ازاي تجيبوها يعني. طيب نيجي لقطر ساندي. زي ما قلت الباكجينج ممتاز، حتى في الاخر هنا مغناطيس بحيث ان هو يقفل كده. حلو جدا، عاجبني جدا. ورق مقوى او مش عارف خشب او ورق مقوى تقريبا. العطر من جوه في وسط جزء مخملي جميل جدا وثابت، حتى انك تخرجه مش سهل يعني. فما تضمنش، ما تبقاش خايف ان هو يقع منك او يقع من العلبة نفسها. نيجي بقى للازازة نفسها. شايفين الشياكة يا جماعة؟ العطر ده انا بحبه جدا لان ازازته عجباني جدا، من اشيك ازايز العطور اللي عدت عليا بمنتهى الامانة يعني. حتى الازاز نفسه فخم يعني، صافي ولونه حلو و... والغطا ممتاز جدا. حتى لون الجوس نفسه روز جولد، لون حريمي جدا. الستيكر اللي من جوه ملزوق، مش مجرد ان هو ملزوق، ده محفور له مكانه ملزوق كمان. ده بصراحه الباكجينج والازازه فخمه جدا، والحاجات اللي لفتت انتباهي جدا الحقيقه يعني. نيجي بقى للجوس اللي جوه او العطر نفسه. العطر ده الحقيقه من نوع العطور الحريمي اللي بتلفت انتباهي. انا بحب العطور الحريمي الهاديه الجميله الزهريه اللي مش صاخبه. ما تحسش ان البنت اللي حطاه يعني بنت فظه كده، لا انا بحب العطور النسائيه الرقيقه يعني. العطر ده بصراحه حقق لي المعادله دي. فاكرين قلت لكم في اللايف اللي فات تقريبا ان انا او اللي فات او اللي قبله، رحت زرت مزارع الياسمين وحضرت حصاد الياسمين في قرية شبرا بلولة في الغربية. والحقيقة كانت تجربة ممتازة جدا، من أول ما الياسمين بتقطف الصبح لحد ما بيوصل وبيتحول لزيت وبيتم استخدامه في العطور. العطر ده بيفكرني بالأجواء دي. أول ما تخش المكان أو الغيطان أو المزارع بتاعت الياسمين دي، بتشم ريحة ياسمين وزهور بيضة جميلة جدا، وريحة نيرولي أو ورد النيرولي ممتازة جدا جدا ومريحة نفسيا، مع ريحة الخضرة اللي موجودة في المكان. بيدي لك مزيج مش طبيعي. والحقيقه دي كانت من احسن التجارب اللي عدت عليا. العطر ده اول مره شيته رجعت لنفس الاجواء. رجعت كاني شامم زهور الياسمين والزهور الجاردينيا والزهور البيضاء اللي موجوده في المكان. حتى ريحه النيرولي اللي هي بتبقى زهر حمضي شويه، جميله جدا جدا، مع ريحه الخضره اللي موجوده، بالاضافه الى قاعده مسكيه بودريه جميله جدا في النهايه، بتخليه من اجمل العطور النسائيه الانثويه اللي ممكن تعدي عليك. بصراحه بغض النظر عن ان هو الياسمين اللي هنا حلو قوي وواضح قوي، الا اني بشوف ان هو نقي جدا. يعني الياسمين، انا مشكلتي في عطور الياسمين في معظم الوقت او عطور الزهور البيضاء ان تبقى باين فيها ان العطر مش نقي او الياسمين فيه مش نقي قوي، قليل قوي اللي بيعمله بنقاء كويس. هنا بصراحه مظبوط، وزي ما قلت لكم كاني كنت في المكان بتاع غيطان الياسمين وحصاد الياسمين اللي كانت فيه الريحه الساحره دي، لقيتها موجوده في العطر ده. جميل جميل جدا بصراحه، ما بقدرش ابطل شم في ايدي لما برشه. وعلى فكره هو من النوع اللي بيتفاعل مع الجلد بشكل ممتاز. يعني هتفاعل مع جلدك او مع جلد طبعا مراتك خطيبتك صاحبتك ايا كان يعني. وصدقني هتدعي لي، من العطور السكسي جدا ومناسب جدا انك تجيبه هديه، لان زي ما قلت حتى الباكجينج بتاعه ممتاز. واللي يشوف الباكجينج ويفتح العطر ويشوف الازازه يبقى عارف ان هو مقبل على شيء فخم وحاجه فعلا قيمتها عاليه، ومش حاجه عاديه زي الدور الكتيره اللي موجوده حوالينا. وعايز اقول ان الحاجه اللي لفتت نظري في الدار دي ان الازاز بتاعتها مصممه. يعني معظم دور العطور العربيه خصوصا المنتشره اليومين دول تلاقي ازايزها واحده او ازايزها متشابهه مع عطور تانية او عاديه جدا، لكن العطور الازايز هنا بصراحه مختلفه تماما ومتصممه، والازازه تقيله وشكلها فخم. لا بصراحه دي حاجه لافته نظري جدا، ومن الحاجات اللي انا بهتم بيها شكل الازازه. انا في عطور عندي اشتريتها بسبب شكل الازازه بس يعني. نيجي للعطر اللي بعديه، عطر
بلاك كافالير السادس او رقم 6 باللاتيني ده. الحقيقه برضو الباكجينج ممتاز زي ما انتم شايفين، علبه تقريبا خشب والغطا بتاعها بيتسحب كده ومجوف من هنا. الحقيقه شغل متعوب عليه، مش عارف خشب ولا ورق مقوى بصراحه او كرتون يعني. وادي شكل الازازه، وبرضو في جزء جوه قطيفه جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. ادي شكل الازازه يا جماعه، برضو الازازه متصممه، يعني انا عمري ما عدت عليا الازازه دي، والغطا تقيل وفخم، والازاز نفسه نظيف جدا زي ما انتم شايفين. وحتى اللوجو يعني محفور له مكان وملزوق جوه، شغل متعوب عليه بمنتهى الامانه يعني. واكيد الجوس اللي جوه هيبقى بنفس الفخامه لان الجواب بيبان من عنوانه. أم، العطر ده بصراحه انا بصنفه ان هو عطر ديت، لانه عطر رجالي سكسي شويه، في نوتة شوكولاتية كده بادئة معايا من أول العطر لحد آخره. تعالى نجرب ونشوف. هو في البداية برضو في توابل بصراحة، يعني تحس إن في جنزبيل وفتحية حمضية شوية، لكن الجنزبيل واضح بصراحة. لكن كل ده هو في جنزبيل وفي أخشاب وفي زهور شوية في الميدل نوت بتاعته أو لما العطر يبدأ يبرد يعني. لكن بصراحة ريحة الشوكولاتة اللي موجودة واضحة قوي، بس مش الشوكولاته بتاعت بوكانيرا مثلا، مش الشوكولاته بتاعت شوكولات ميكس مي هابي. شوكولاته تقيله غامقه شويه وتحس ان فيها ريحه ترابيه شويه. ولما جت في بالي ان فيها ريحه ترابيه اكتشفت ان ده ريحه الباتشولي الترابي اللي موجود. احنا عارفين الباتشولي الترابي ساعات بيدي على ريحه شوكولاته شويه، زي عطور كتير الحقيقه يعني. مش عايز ان انا اذكر اسامي عطور معينه، لكن في عطور الباتشولي اللي فيها لما يبقى ترابي بيدي لك ريحه شوكولاته شويه. العطر ده فيه كده، الباتشولي اللي فيه مديك ريحه شوكولاته شويه مع ريحه اخشاب جميله جدا، مع نوتات بسيطه من الزهور اللي هتشمها، مع طبعا التوابل اللي في الاول. لما بيهدى بقى عطر منتهى الشياكه والفخامه والجمال. عطر جميل جدا سكسي جدا. انا بشوف ان هو ينفع ان يبقى عطر جواز او افراح او خطوبات، لان هو البنات هتحب العطر ده. وعلى فكره انا استخدمته امبارح وجالي عليه اطراء، برغم ان انا ما كنتش شامه بوضوح انا كمستخدمه، لكن بعد ساعتين حد سالني عليه وقال لي ان العطر بتاعك حلو يعني. وما رضيتش اقول له طبعا لان دي اسرار، انا بقول لكم انتوا بس. ده بالنسبه لعطر بلاك كافالير السادس او بلاك كافالير 6. انا بحب اسميه السادس عشان هو تحس ان هو عطر ملوكي شويه كانه ملك يعني. نيجي بقى يا معلم لاكتر واحد مفضل بالنسبه لي في الثلاث عطور دول. انا بصراحه مش قادر ان انا اوصل، يعني مش قادر استنى لحد ما اوصل له. عطر سافاير اونكس. العطر ده المفروض ان هو يونيسكس، بس انا اعتقد او هم مصنفينه على الموقع ان هو يونيسكس، بس شخصيا بشوف ان هو رجالي بحت يعني. لكن في بنات بتحب تستخدم الروائح الرجاليه، وانا اعرف بنات كده وما لهمش في العطور لكن بيحبوا الروائح الرجاليه عشان عارفين ان هي بتبقى اكثر ثراء من الروائح النسائيه. ادي شكل العلبه بتاعته، تمام. ادي الباب لما تفتحها، ده مسمين باب بصراحه يعني، وتلاقي الازازه الفخمه جدا دي طبعا في قاعده برضو مخمليه. ادي الازازه بتاعت العطر. الحقيقه العطر ده يعني في تعبير كده بحب اقوله واتمنى انكم يوصل لكم، يعني لو انتوا عارفيني كويس. العطر ده تحس ان لو انا كنت مصمم عطور انا هعمله. بيجمع كل النوتات اللي انا بحبها، ومش كلها قوي بس معظمها يعني. وبصراحة ممزوجة ومعمولة بخليط ممتاز جدا وفخم جدا. عارف لما تبقى قاعد في مكان وتلاقي شخص دخل المكان ده، شخص كاريزما جدا، شخص هادي صوته واطي مش عامل ازعاج، لابس شيك جدا ولابس رسمي، ويدخل كده تحس ان كل الناس بصت عليه. هو العطر ده. العطر ده ينفع للشخص ده، الشخص الكاريزماتيك، الشخص اللي مش بيتكلم كتير لكن واضح ان هو شخص حتى ابن ناس، شخص ثري، بيبان من غير ما يعمل اي حاجه. هو بمجرد دخل المكان انت حسيت الاحساس ده. العطر ده بيوصل لي نفس الشعور ده بمجرد ما ارشه. بصراحه بستمتع بيه جدا، من العطور اللي انا برشها حتى وانا قاعد في البيت. جميل جدا الحقيقه يعني. البدايه اول ما ترشها هتشم ريحه آه، حبهان تقيل شويه، بس في ريحه زعفران بسيطه يعني. حبهان مش هيبقى اللي هو جاي في وشك قوي، لا الزعفران هيخليه مديله سنه مسكره شويه. شويه يا معلم يبدا يظهر معاك ريحه بخوريه شويه، انا اقدر اقول ان هي ريحه اخشاب مدخنه مع ريحه باتشولي، وباتشولي برضو تقيل
من حاجات فرانشيسكا بيانكي، لكن مش بالعنف بتاع فرانشيسكا بيانكي بصراحه، هو متقبل كتير يعني عن فرانشيسكا بيانكي. مع عود بقى يا معلم في ريحه سموكي كده جميله، عشان كده بقول ان ريحه البخور اللي موجوده دي انا بشم اخشاب وعود وبشم معاهم او مغلفين بريحه دخانيه شويه، فنقدر نقول ان هي ريحه البخور. يبدا بقى يظهر بعد كده ايه؟ الجمال كله. بعد كده يظهر معاك جلد بشكل منتهى الشياكه والجمال. جلد فخم، مش جلد حيواني ومش جلد ناعم، مش جلد اللي هو السويد الناعم المخملي، ولا جلد تقيل اللي هو المنفر، بالعكس جلد جميل جدا وشيك جدا، تحس انك لابس جاكيت جلد طبيعي منتهى الشياكه. في ريحه عنبر برضو واضحه وجميله. النوتات دي كلها بتهبط او بتنزل على قاعده جميله جدا، مغلفين مع بعض، يعني تحس النوتات دي كلها في القاعده بتظهر بنفس القوه. الجلود، العود المدخن او العود، وريحه البخور والاخشاب، طبعا مع الباتشولي. والعنبر بصراحه موجود بس بشكل خفيف شويه. العطر اداؤه ممتاز لكنه غير مزعج، يعني مش من العطور اللي تخاف انك ترشها ما تعجبش الناس، بالعكس العطر ده من العطور اللي هتسال عليها. لكن انا بشوف ان العطر ده يعني ما ينفعش انك تستخدمه في مكان كاجوال او انت لابس لبس كاجوال. العطر فخم وفخم جدا، وانا مش حابب ان هو بصراحه نقلل من قيمته ان احنا نستخدمه في جيم مثلا، او تستخدمه وانت رايح تقعد على القهوه. لا، ده عايز عشاء عمل، عايز شغل، عايز خروجه رسميه شويه او زياره رسميه. عطر جميل جدا ومن اجمل العطور اللي عدت عليا من الدور العربيه بمنتهى الامانه يعني. وانا بشوف ان هو انا شايف ان هو هيبقى من العطور اللي بتتباع كتير الحقيقه يعني، خصوصا لو حد دماغه زي دماغي، حد عايز عطور فخمه، عطور داكنه شويه، عطور لها كاريزما وتعكس شخصيه المستخدمها. ده بالنسبه لعطر سافاير اونكس. وزي ما قلت الازازه فخمه جدا يا جماعه وشيك جدا، واللون الاسود بتاعها والتدرج بتاعه ده بيوحي لك بنفس الايحاء بتاع شخصيه العطر نفسه. انا شايف ان هو من العطور اللي لو حد زي ما قلت بيحب العطور المعقده شويه بس هو مش منفر يعني، يجرب العطر ده وهيدعي لي. ده بالنسبه لعطر سافاير اونكس. اتكلمت النهارده عن 3 عطور من دار لوبونير اللي كانت بالنسبه لي بصراحه مفاجاه في جوده عطورها. بمنتهى الامانه يا جماعه الجوده عاليه جدا، كزيوت او كباكجينج او كازاز نفسه، ودي حاجه مش بلاقيها في عطور عربيه كتير للاسف الشديد. هسيب لكم الموقع بتاع الدار موجود في الوصف تحت الفيديو، وهسيب لكم برضو اللينكات بتاعه الوكيل بتاعهم في مصر. جربوا ومش هتندموا، وانا عارف انكم زي ما بنعمل على طول، الناس تيجي تقول لي جبت العطر الفلاني بتاعك والعطر الفلاني اللي اتكلمت عنه وعجبني. ان شاء الله باذن الله المره الجايه نتكلم عن حاجه تانية، استنوني.